أنا عارفة يا دكتورة إن السمك الشبعان ما بيفتحش بقه، وأنا طول عمري صيدة سهلة لأن عمري ما شبعت. أشبع إزاي وأنا اتربيت على التقليل والمقارنة؟ أشبع إزاي وأنا مهما بعمل بتلام؟ طول الوقت بتلام من أمي، من أبويا، من إخواتي، وأنا عارفة إن هم ربوا جوايا دور المنقذ وخلاص. بقى سمعت ناس كتيرة بتتكلم، بس غصب عني برضو بلاقي نفسي بختار أول راجل ضعيف اتحط في طريقي عشان أشبع. هو مش لازم يفضل محتاج لي؟ مش لازم أبقى أنا المسيطرة والمتحكمة في شكل العلاقة؟ طب هشتريه بإيه بقى؟ بإن أنا أخد رجولته. لكن المصيبة إن هو بيروح يحقق أحلامي مع واحدة تانية. أنا اللي عملت عشانك كل ده برضو بتسيبني تسرق أحلامي وتحققها مع حد تاني؟ هو أنت مش قلت إنك مش بتاع جواز؟ فجأة ألاقيك بتتجوز، وجيت اشتكيت لي من إنك أنت مش مبسوط من مراتك، وفجأة ألاقيها خلفت. هو أنت بتعمل فيا كده ليه؟ الحقيقة إن الشكل ده مكرر جدا جدا في العلاقات، والكلام اللي قالته الست ده وهي بتوصف الحالة كلام حقيقي جدا من كل الجهات. اوقات كتيره قوي بتزرع جوانا ادوار مشوهه في العلاقات تخلينا حاسين ان احنا محتاجين نخلي اللي قدامنا يفضل مربوط بينا، فنبتدي نعاملهم كأن لا حول لهم ولا قوه. ابتدي هنا ادي وانفذ واحل مشاكل واجري ورا راجل واعمل كل حاجه عشان بس يفضل. بس الحقيقه ان مش بس عشان يفضل موجود، عشان كمان يفضل محتاج لي. اصل انا شايفه ان انا ولا حاجه من غير احتياجه ليا. بس انت او انتي لازم تفوقوا. مش ده اللي هيخلي الناس تفضل موجودة. الناس بتفضل في حياتنا عشان هي عايزة تفضل موجودة، ولازم تبتدي تدرك إن العلاقات مبنية على الحدود اللي بنبنيها. ولما تتوجع قوي من شكل علاقة انت فيها، خلي بالك من البرمجة اللي اتبرمجت عليها، عشان بنسبة كبيرة الحاجات اللي اتربيت عليها هي اللي بتطلع تحققها في الحياة. احتياجات الطفولة اللي مخليك طالع جعان للشوفان. على فكرة كلنا جعانين للشوفان، كلنا محتاجين ان احنا نتشاف. والحقيقه ان انا لما بقعد اقول انت مش محتاج انك انت تتشاف، بيبقى قصدي على الكم ده، لان اللي بسمعه وقتها ايه ده، هو احنا هيكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ هيجي لنا توحد؟ مش محتاجين ناس؟ بس لما يكون احتياجك للناس ده مخلي شكل علاقاتك بالمنظر ده، اكيد في حاجه غلط. اقف وقفه مع نفسك وبص على شكل علاقاتك بكل اللي حواليك، لان الحاجه الوحيده اللي مشتركه في علاقتك باهلك وعلاقتك باصحابك وعلاقتك في شغلك وعلاقتك بالدنيا وحتى أحياناً علاقتك بربنا هو أنت. طول ما علاقتك بنفسك بايظة، كل شكل العلاقات اللي حواليك هيضرب. أنت النواة بتاع أي علاقة، وعمر ما شكل علاقاتي بالناس هيبقى سليم إلا لما شكل علاقتي بنفسي تبقى كويسة. فلما الدنيا تتكربس حواليك، ابتدي بنفسك.